السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشتوني كتير. راجعة لكم المرة دي بفيديو يا ريت نسجله عندنا رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كبات الكنافة بطريقة سهلة. انا عاملاها بالقشطة، لكن ممكن تعملوها سادة، ممكن تعملوها بالمكسرات زي ما يعجبكم. شكلها جميل جدا. قطع يعني بسيطة بدل ما نعمل صينية. الخطوة الأولى بقى بنعمل الشربات الأول، علشان لازم يكون بارد والكنافة سخنة. كوباية إلا ربع سكر، نص كوباية مية عليها عصرة ليمون، وإن أمكن معلقة عسل كلوكوز. الخطوة التانية بنعمل القشطة. كوباية لبن عليها معلقة نشا، معلقة كريم شانتيه إن أمكن. وبحط السكر عشان بكتفي بالسكر اللي في الكنافة. مفيش كريم شانتيه مفيش مشكلة خالص. ونحط فانيليا. بيتقلب على البارد، وبعدين بنرفعه على النار لحد ما بيتقل، بيبقى القوام حلو ويحصل بقبقة كده النشا استوى. الخطوة اللي بعد كده بقى، أنا عندي ربع كيلو كنافة متفرز في الفريزر عشان يبقى سهل التكسير، ونص كوباية سمنة. طبعا لو الكنافة صبح ممكن تقصيها بالمقص، لكن الكنافة بتبقى متفرزة بتبقى أسهل بكتير. إن شاء الله ساعتين في الفريزر. بنفركها كويس جدا. ونص كوباية السمنة ما بتتحطش كلها، يعني بناخد جزء منها. بنشتغل كل الكمية بنص كوباية السمنة. بندعكها زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث الكنافة تتشرب السمنة كلها، تتغلف كلها يعني بالسمنة. بعد كده اتاكد ان هي خلاص اتغلفت كويس. اجيب بقى اللي هي الكب اللي هو بتاع الكب كيك. قالب الكب كيك. مفيش قالب الكب كيك، ممكن عند مستلزمات الحلواني في كبات زي الالومنيوم كده. الاول ادهنها بالسمنه كويس، وبعدين احط الكنافه اضغط عليها حلو قوي، بس بحيث برضو اعمل تجويف عشان احط القشطه. ويا ريت القشطه عادي مش فارق لو بردت شويه، مش يعني مش اشكال. اهم حاجه نضغط كويس، وبعدين نغطي بقى بعد كده بالكنافه بعد ما حطينا القشطه. وبقيت برضو السمنه بنحطها على الوش، تدخل الفرن. كل واحد تبع الفرن بتاعه على درجه حراره متوسطه. احمرت من الجناب لو في شوايه او ممكن تحمر. حط بقى الشربات اسقيها، وشويه بسيط كده يعني يا دوبك تهدى شويه كده. اقلبها. وطبعا انتوا عارفين الكبات بتتحط تحت صاج علشان درجه الحراره في الفرن تتوزع حلو. قلبتها على نفس الصاج اللي انا كنت حاطاه الكبات فيه، وبتبقى بالشكل الجميل دوت زي ما انتم شايفين كده. يعني ان كل فرد ممكن ياخد قطعة، احسن ما بنقعد نقطع صينية. هي فكرة، يا رب تعجبكم وتنفذوها. لو حسيتوا ان الشربات قليل ممكن بعد ما تتقلب برضو نزود شربات تاني. هو كمية الشربات طبعا قضت وزادت كمان. الكمية اللي انا عاملاها بسيطة علشان بقى شكلها يبقى اجمل كمان. جبت الورق اللي هو بتاع الكب كيك، وحطيت بقيت كل واحدة كب حطيتها في الورق. فكان شكلها جميل جدا، وبتبقى سهل على ان اي حد ياخدها في ايده كده، يبقى ايه سهل عليه. التزيين برضو ده براحتك، عايزه تزينيها مش عايزه. انا زينتها بشويه مكسرات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. اترككم في رعايه الله.